السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مسمن ديال الفران اللي كيكون بعجينه مورقه وايضا بحشوه لذيذه وسر القرمشه اللي كتكون في هذا المسمن. شوفوا معايا الفيديو. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نبديو بالعجين. عندي كاس ديال الماء، عندي الملح، عندي خميره الحلوى ما تعادل يعني تقريبا 8 غرام، ملعقه صغيره، وعندي زيت زيتون، وعندي الخل الابيض. هنا تقريبا في الدقيق عندي تقريبا 600 غرام ديال الفرينه. هنايا غادي نضيف النواشف. عندي معلقه ديال صغيره ديال خميره الحلوى ما يعادل 8 غرام. عندي هنايا الملح، هنايا كنستعمل هذا الملح هنايا الخشن، غادي نديرو في الماء حتى انه كيذوب معايا شويه، ومن بعد غادي نضيفو العجين. يعني هنايا الملح على حسب الذوق كل واحد. ومن بعد هنايا غادي نضيف معلقه كبيره تقريبا ديال الخل الابيض. عندي زيت زيتون، تقريبا هنايا 2 معالق كبار. ومن بعد هنايا غادي نعجن بالماء دافي. هنايا غادي نجمعها ومن بعد غادي ندلكها واحد شويه. هنايا غادي نزيد شويه بشويه ديال الماء باش هكذا ما تجينيش العجينه قاصحه ولا تكون مرخيه بزاف. هنا خاص العجين يكون متوسط باش اننا يكون سهل في التوراق. بدنا نحاول انني نجمع العجينه ومن بعد هنايا غادي نديرها في العجانه تعجن. صافي هنايا غادي نخليها ترتاح. هنايا غادي نديرها في السلوفان وندير واحد شويه ديال الزيت باش انها ما تلصقش معنا في، وتقريبا غادي نخليها انها ترتاح حتى اننا نوجدوا الحشوه. نحاول انني نجمعها بالزيت بهكذا باش ما تلصقش معنا في السلوفان ونخليوها ترتاح. صافي هنايا العجينه غادي نخليها على جنب، وهنايا غادي نشوف الحشوه معكم. هنا عندي بصله وعندي فلفله حمراء، فلفله خضراء، عندي فلفله يعني واحد شويه ديال الحار من الفلفل الاخضر، وعندي هنايا الشامبينيون. غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت ونديرها فوق النار تشحر مزيان، ومن بعد عاد نضيفو التوابل. من بعد هنايا غادي ناخد تقريبا 100 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي غادي ندير عليها الماء سخون ونخليها 5 دقائق حتى ل10 دقائق. بالنسبه للعطريه اللي غادي نضيفوها للحشوه، هنا عندي سكنجبير، الملح، الخرقوم، الفلفله حمراء، وعندي الابزار، وايضا شويه ديال الكمون. من بعد غادي نضيفهم على المقلاة ونزيد تقريبا 100 غرام ديال الكفته او 150 غرام. وهنايا درت القزبر والمعدنوس، واحد شويه ماشي بزاف.
ومن بعد غادي نضيف ليها الشوربه الشعريه اللي كنت صفيتها وقطعتها واحد شويه. هنايا غادي نضيفها لهاد الحشوه، ومن بعد غادي نخليها حتى تبرد مزيان، ومن بعد عاد نستعملوها. حيت الا خلينا الحشوه سخونه وضفناها للعجين غادي يخسر لنا العجينه وما غاديش تبقى تقطع معكم، ما غاديش تجيكم مزيان. صافي هنايا غادي نخليها تبرد مزيان، ومن بعد هنايا غادي نمشيو نشوفوا العجينه من بعد ما انني خليتها 15 دقيقه حتى 20 دقيقه ترتاح. وذوبت هنايا شويه ديال الزبده، تقريبا 100 غرام حتى 150 غرام ديال الزبده. وهنايا غادي نقطع العجينه كويرات. وهنايا نبقى ندير واحد شويه الزيت في يديا ونقطع العجين هكذا باش العجينه ما كتكونش تلاصق معنا. من بعد ما قطعتهم كاملين درتهم كويرات متوسطه، يعني ما كبرتهمش بزاف وما صغرتهمش. هنا غادي ندهنهم بواحد شويه ديال الزيت، وغادي نغطيهم بالسلوفان باش نخليهم يرتاحوا واحد شويه باش يسهلوا علينا، يعني في ملي كنسرحوا العجينه ونخدموا بها تكون سهله معنا. صافي هنا غادي نبقى نبسط العجينه مزيان فوق سطح العمل، وندهن واحد شويه ديال الزيت هكذا كما كتشوفوا في الفيديو. ومن الأحسن خليوها ترتاح مزيان باش هكا تسرح معكم بسرعة، يعني ما تاخدش معكم الوقت بزاف. وهنايا غادي ندير شوية ديال الزبدة. هنايا الزبدة ضرورية، حيت علاش هي اللي غادي تخلي لنا المسمن مورق. ومن بعد غادي نطويها بحال المسمن العادي، وميمطو اننا نديرو شوية ديال الزبدة. صافي هنايا ملي قديتها غادي نخليها ترتاح، ونحاول انني نكمل كاع العجين اللي باقي، ونخليهم يرتاحوا تقريبا 10 دقائق. وهنايا انني نسرح في المسمنه باش تجيني ساهله، يعني من بعد ما خليتها ترتاح تجينا ساهل المسمن اننا نبسطو. هنايا نحاول انني نقرص فقط في الجوانب وانني ما نقربش الوسط. وغادي ندير الحشوه، غندير واحد شويه. صافي هنايا غادي نبقى نطوي بحال هاد الشكل كما راكم تشوفوا في الفيديو، ونقلبها عاد نقرص، ما نقرصوهاش على هذاك الوجه، نقرصها الوجه اللي كيكون فيها الطيات، ونقرصي واحد شويه ونحاول انني نقاد، ونخليوها في الصنين اللي غادي ندخلوها في الفران بحال هذا الشكل. وحتى اننا نكملوا المسمن كامل، ونحاول انني نقرصيه واحد شويه من الفوق. هنايا غادي نعاود معكم واحده اخرى. هنايا نحاول انني نبسط فقط الجوانب، في الوسط خصني نبعد باش ما تخرج لكمش الحشوه من بعد اننا ملي ندخلوها للفران ما تثقبش معاكم. هنايا ندير الحشوه، ومن بعد انني نقلبها عاد نقرص واحد شويه، ما نقرصوش بزاف، اصلا العجين غادي يكون مورق، ما تخافوش انه زعما يجيكم ماشي مدقس، ولا غادي يجيكم زوين يعني في التوراق. وايضا الزبده هي اللي كتخليها مورقه مزيان. صافي هنايا نحاول انني نقرصهم.
هنايا عندي صفار بيضة وقليل من الحليب وايضا شويه ديال الخل الابيض، وهنايا غادي ندهنهم. ملي دهنتهم كملتهم في الدهين. هنايا جبت موس حاد ولا لام اللي كتكون عندكم ديال المطبخ، وهنا كندير هاد الشكل، يعني كل واحد وكيفاش بغى. انا درت هاد الشكل باش يبان التورق ايضا في ملي كيطيبوا كيبان بلي انه مورق. نحاول نكملهم بحال هكا، ومن بعد غادي ندخلهم للفران. هنا ايضا فقط هنايا اختياري اللي بغيتو تزينوا بالزيتون، انا زينت هنا بالزيتون الاخضر، وغادي ندخلهم صافي. من بعد ملي دخلتهم للفران حمرتهم تقريبا 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه في الفران، شعلت عليهم الفوق والتحت. وهذه هي النتيجه في المسمن اللي كنت وجدت معاكم. كيجي مقرمش وايضا كيجي مورق من الداخل، والحشوه ايضا كتكون لذيذه. تقدروا ديروا اي حشوه. نتمنى انه الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش بلايك واشتراك ودعم القناه. في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.